كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. نسيت اقولها اول ال اول اللايف. او لايف ايه، انا ما بطلعش لايفات. كان على عيني اطلع لكم لايفات. اول الفيديو. فكل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وعليكم وعلى العالم اجمع يا رب. مساء النور، ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني وحشتوني. صوتي مقطوع. المهم عاملين ايه؟ والله وحشتوني. انا طبعا ايه، اغيب غيبتي وارجع بهبتي. رجعتي ليه يا نونة؟ رجعت اقول لكم، رجعت ليه؟ لاني انا بقالي فترة ايه، من كام فترة كده سمعت لرضا نداء لايه. انا مش قادرة اقول، هو بالنسبة له يمكن هي حبيبته، لكن هي عملت ايه امبارح؟ بوم. هو عمل ايه؟ كان في لايف قبل كده عمل يقول: ارجعي ايتها الفاتنة الجميلة، ارجعي. اهو هما متهميننا في بعض، نلم بقى الموضوع على بعض ومش عارف ايه. ويعني ايه يعني؟ قال يعني حاجة بالعقل كده. هي لو هي فعلا دكتورة هتاخد، انا مش تقليل منك، بس حقيقي كل حاجة وكل مقال وليه مقام. المهم مش هتاخد حد زيك، يعني انت تعليم متوسط. يمكن هناء غلطت وخدتك، بس هي مش هتغلط. المهم طلعت هي ايه في اللايف ده اللي هو بتاع امبارح، وقالت ايه: انت اخ وعزيز. قول لا لا قلبي اخ. بقى انا عمال بوظت علاقتي بالمدام وخربت حياتي عشانك، وانت تطلعي كده في وسط الناس كلها وتقولي لي انت اخ وعزيز؟ بقى ده الكلام ده؟ انا طلبتك على الهواء مباشرة، قلت لك يلا نجمع الشمل طالما هما كده وكده متهميننا في بعض، تعالي نجمع الشمل. تيجي انت كده تقولي له انت اخ وعزيز؟ لا لا لا, لا. ما يصحش. المهم انا عرفت ان الشخصين دول، اذا كان رضا او هي، شخصين مش كويسين. ليه؟ لان بيدعموا، او تعالوا بقى اقول لكم ليه هم الشخصين مش كويسين. ليه؟ كل اللي قاعدين قنوات الغيبة والنميمة، غيبة ونميمة. أنا شفت لواحدة كده من اللي هم بيشكروهم، أولهم وعلى رأسهم الأفعى الكبيرة. أنا ما بحبهاش عمري وإذا بتفرج لها، لأني حرام عليا إني أنا أشوف حد زي كده. اللي هي سمت نفسها دودة مصرية. المهم، والتانية قال ايه بتاعت تركيا. انا كنت الصراحة حملت فيديو اللي بتاعت تركيا دي، بس الايه، ظروف الحياة بقى والدنيا شغلتني، ولقيت ايه هعمل عنها فيديو ايه يعني. كان الفيديو عبارة عن كله الفاظ بذيئة بذيئة بذيئة. معرفش دي من انهي دولة اللي هي بتاعت تركيا دي. انا مش عايزة اقول اسماء لانه هم ايه ما يستاهلوش ان انا اقول ايه اسمائهم. المهم طالما انتوا بتدعموا الاشخاص دي والا التانية دي البندورة دي كمان، يا ستر يا رب. دي اساسا كانت قبل كده عاملة مشاكل مع، يعني ناس اللي هم ايام محمد عادل ونسيت اسمها، اللي توفى اللي قتلها يعني محمد عادل يعني. مش عايزة اذكر الموضوع، نسيت اسمها والله خالص. اسمها ايه كان؟ المهم الله يرحمه يرحم الجميع. فكانوا متهمينها ان هي جاسوسة، وان هي طالعة بكذا شخصية، وجابوا لها ان هي متخفية ومش متخفية، وهي فعلا حاطة فلاتر. ده مش وجهها الحقيقي، ده فلتر. وانا باني انا بستعمل فلاتر، عارفة ومتأكدة ان هي اللي حطاه ده. وعارفة ومتأكدة ان هي اللي حطاه فلتر، وبدليل انها دايما متسمرة كده. يعني انا حاطة فلتر بس انا بتحرك كده وكده، بس هي باين الفلتر بتاعها اول ما بتتحرك بيتزاح من وشها ولا ايه، وبتطلع حقيقتها المرة. لولا الفلاتر كان محدش بص في وشنا. الصراحة وجوه لا تمت للواقع. بس هي برضو فلتر، اقسم انه فلتر، مش وشها، مش وجهها.
الفلتر بياخد حاجات، بياخد سنانك، ممكن يبيضها لك حبة تبقى سنانك صفرة وما يتبصش فيها، وهو ايه يبيضها سنة، ياخد شكل عينك، بس بيغير كتير. يعني انا مثلا حاطط لي باروكة، مغير مغير في عيني اهو، مغير في في رسمة عيني، في حاجب عيني. هو ممكن يكون واخد لون عيني وعيني اهو بفتح وبغمض عادي، واخد بقي اهو بقفل وبفتح عادي، بس في تغيير. ده مش شعري ابدا، وانا شعري ليس يعني. المهم، مش هندخل في المواضيع لان انا بستعمل فلاتر، وهي كمان بتستعمل فلاتر. واجيب لكم ايه بتستعمل فلاتر، مش هي ابدا البندوره دي. المهم، كنا بنحكي في ايه؟ طالما انتوا دعمتوا الاشخاص دي، وكلهم حقداء حسداء، مش عارفه حاسدين نقع على ايه. يمكن عشان على غربتها يعني حاسدينها، مش عارفه. بقت مشاهداتها طبيعيه الست يعني. بس حاقدين وكارهين للست بكل الطرق. انا الصراحه عدى عليا كل الاشخاص دي، وما اقتنعتش ولا بواحده فيهم ابدا ابدا ابدا. ولا واحده بيقولوا نقد مش عارفه نقد ايه اللي طالعين لي فيه. بس يا حبايبي، مع ان رمضان بقى، كل سنه وانتم طيبين. اول مره اطلع في رمضان نسيت اقول لكم كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي يا حلوين. المهم، فانا بقول لكم من موقعي هذا ومن مطبخي. انا دايما بحب اتكلم في المطبخ لان الكلام بيطلع بنكهه وطعم المطابخ. المهم ايه، يعني طالما انتوا دعمتوهم وعمالين تشكروهم، وكان ايه لازمه اللايف ده عيني فلبتني النداء يعني. بس عملت لك ايه؟ بوم بوم بوم، قنبله. عمال تقول لها نجمع نلم الشمل، وهي طلعت تقول لك انت اخ وعزيز. يا دي سيبه يا ولاد، يا سود الحلال، يا تشيني القلل، على رأي دودة. يلا بقى، هقول لكم ايه؟ تصبحوا على خير، تصبحوا على خير ايه يا ولاد. يلا، صوما مقبولا وافطارا شهيا، وحرام النميمة في نهار رمضان. مع انكم انتوا بتعملوا لايفات بالليل يعني، عشان بس ايه، كلها بقى لايفات شتايم وايه، ومن اللي قلبك يحبها. يلا باي باي بقى، اشوفكم على خير، سلام، باي باي.